دخلت براسي جوه التلاجة وطلعت البواقي بتاعتها وعملت العظمه اللي انتوا شايفينها دي. فطيره تركي ما حصلتش، الولاد اتجننوا من حلاوتها، طريه وهشه وطعمها مميز جدا، والصوص بتاعها في حته تانية خالص. بقوا مش عارفين بياكلوا فطير ولا بياكلوا بيتزا. الطريقه سهله وسريعه، خصوصا ان احنا اليومين دول في امتحانات، فطبعا لازم نفرحهم ونغذيهم بالحاجات اللي هم بيحبوها. ما تنسنيش بقى في اللايك بتاعي اللي بيفرح قلبي وبيسعدني قوي منك، وبعرف ان الفيديو عجبك. وطبعا تشيري على قد ما تقدري علشان الكل يستفاد، وما تنسيش تشتركي في القناة، تفعلي زر الجرس على الكل عشان تتفرجي على كل الفيديوهات. شايفين بقى الصوص بتاعها روعة، عايزة اقول لكم ندمت ان انا ما عملتش اكتر من كده. يلا بينا بقى نسمي الله وندخل على الطريقة. عندي كوباية من الدقيق، عليها كيس خميرة فورية، ومعلقتين سكر، ومعلقة ونص وكوباية ونص من المية، مية من الحنفية عادي خالص. بدوبهم كويس جدا وبركنهم على جنب واسيبهم يخمروا زي ما انتوا شايفين كده، تعمل فقاعات وبابلز. تعالوا بقى نجيب كيلو من الدقيق، هنحط عليه رشة الملح بتاعتي، وهنزل بالخميرة اللي انا خمرتها. الخطوة ديت بتسرع معايا العجينة انها تخمر بسرعة، وفي نفس الوقت لما تكون حابة ان اقول ايه اي حاجة انا حابة اعملها تبقى ليها البابة زي الفينو، زي الفطيرة اللي انا عاملاها دي، زي اي معجنات تبقى ليها البابة من جوه، يبقى الخطوة دي بتساعد على كده. هعجن بقى كويس جدا بالمية تدريجيا، هنزل واحدة واحدة لغاية ما الدقيق يختفي، وابتدي ان انا العجينة بتاعتي تتكور وتنعم خالص. اهم حاجة ان انا اعجن كويس جدا، تخدمي العجينة خدمة كويسة بالعجن، هتطلع معاكي النتيجة حلوة جدا. خدوا بالكم ما تسرعش وتبقى العجين مقطع كده واتسرع. عندي بقى عود من الريحان، وعليه قرن شطة مشوي، وطماطم مشوية في الفرن زي ما انتوا شايفينها كده. بقشر القشره بتاعتها الخارجيه وبحطها في الكبه. عايزه اقول لكم الصوص ده هو ده الصوص الاصلي للبيتزا وللحاجات اللي هي اللي محتاجه صوصات. احطهم بقى في الكبه على فصين توم. طبعا التوم اليومين دول يا جماعه مال الدنيا وريحته قويه وحلوه جدا. طبعا المفروض ان انا كنت شويت التوم في الفرن، بس انا بصراحه نسيت، بس مفيش مشكله، اهم حاجه الطماطم والفلفل مشويين في الفرن. طبعا ما شفتوش ايد سلمى وهي عماله تعمل لكم لايك على الحاجات الحلوه دي. عندي بقى معلقه كبيره من خل التفاح او اي خل عندك، ومعلقه كبيره سكر، وشويه ملح، وزيت زيتون علشان تطيب الجروح. بحب الزيت الزيتون جدا يا جماعه، خصوصا الاصلي طبعا. هضرب كل الكلام ده كويس جدا في الكبه. بصوا بقى الصوص ده، عايزه اقول لكم تحطوه جنب الاكلات، تحطوه على الفطير، تحطوه على البيتزا، بيوديها في حته تالته، بيوديها في داهيه جميله جدا. تعالوا بقى ناخد حته عجينه كده، ولقيتها محتاجه حته كمان حطيت لها. هحطها بقى في الصينيه بعد ما دهنتها طبعا بالزيت زي ما انتوا شفتوا، وهسيبها ترتاح شويه علشان اقدر ان انا افردها. طبعا العجينه اللي باقيه معايا نقدر نعمل بيتزا عادي خالص بنفس نوع العجينه. يعني العجينه ديت تعتبر نقدر نعمل بيها معجنات كتير، يعني نقدر نعمل منها عيش فينو، نقدر نعمل منها بيتزا، نقدر نعمل منها اي حاجه، لان زي ما انتوا شايفين العجينه طوع معايا، قوامها حلو، خدمناها كويس وسيبناها خمرت كمان. طبعا انا عملت اكتر من صينيه، انا بوريكم هنا اللي انا عامله اكتر من صينيه، بس انا الفيديو بتاعنا يقتصر على الفطيره بتاعتنا. تعالوا بقى هنا كده ارتاحت، تعالوا بقى كده نحط بصماتنا عليها بالشكل ده. بصوا بعمل الخطوه دي عشان اي حاجه احطها تحسوا انها دخلت جواها. تعالوا بقى نحط الصوص بتاعنا الرهيب ده، طعم لي الفطيره بتاعتي وخليها تحفه. حطينا ريحان، حطينا توم، حطينا خل، حطينا زيت زيتون، حطينا طماطم مشويه وفلفل مشوي طبعا، والسكر والملح يا جماعه ما ننساوش. عندي بقى شويه بواقي بسطرمه هقطعهم بالشكل ده صغير، وعندي شويه زيتون، وعندي شويه فلفل حار. تقدري بقى تحطي فلفل الوان، الفلفل اللي يعجبك. كده هدخلها الفرن، ولما تستوي شايفين هنا استوت. بصوا رفعتها كده ولقيت القاعده بتاعتها خدت لون ذهبي جميل كده. احط بقيه الحاجات بتاعتي، هحط بقى الجبنه الموتزاريلا، مينفعش طبعا احطها من البدايه لانها كانت هتتحرق معايا عقبال ما الفطيره بتاعتي، علشان هي الارتفاع بتاعها عالي شويه عن البيتزا، فكان الجبنه هتسيح مش هتبقى باينه معايا قوي. هحط بقى شويه سلامي،
شوية زيتون كمان. تقدري تحطي اي حاجة عندك في التلاجة، مفيش اي مشكلة. نوعي بقى في الحشوات او في الحاجات اللي انت عايزة تحطيها، كل مرة هتلاقيها بطعم جديد. هدخلها بقى الفرن لمدة 5 دقايق، مجرد بس ان الجبنة تسيح معايا. بصوا دي بيتزاية برضو نفس الفكرة، بس ديت الارتفاع بتاعها ارتفاع بيتزا يا جماعة، بيتزا ايطالي خالص، مش زي الفطيرة ديت. بصوا بقى لما نقطعها، المفروض اللي انا احطها على سيرفيس، بس مش عارفه، انا دماغي وقفت. ولادي مستعجلين وعايزين ياكلوا، واقفين ورايا، مش قادره اقول لكم يعني. فعلا ريحتها وطعمها حلو جدا، وطبعا شكلها زي ما انتم شايفين كده. المفروض اطلعها على سيرفيس، بس انا عايزه اطلع حته اوريها لكم، والباقي احطها لهم. شايفين بقى؟ مش قادره اوصف لكم، مشبعه وحلوه جدا. وكل ما تحط لها مكونات انت ولادك بيحبوها هتبقى احلى واحلى. شايفين بقى؟ لو وصلتي معايا لنهايه الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير، وطبعا في اشتراك